شفتونا على المرة معاه، مش بس في أغاني. النادي الأهلي اسمي وعنواني، وهو ده النادي الأهلي، وهي دي طبيعة النادي الأهلي. طبيعة النادي الأهلي عمره ما يخذلك. طبيعة النادي الأهلي دايما يعلي من مستوى وسقف طموحاتك. الأهلي بيكتب التاريخ من تاني، بيكتبه في كل مباراة وفي كل دقيقة بتمر عليه في كأس العالم للأندية. الأهلي بعد فوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي، وقفشة بالتحديد صاحب القضية اللي دايما معودنا ان هو في الموعد المناسب بيحضر، كان في الموعد المناسب عشان يحلق نسر النادي الاهلي مع تاج الملوك، ويواجه الاهلي ريال مدريد في مباراة القرن، نص نهائي كأس العالم للأندية، وبتلاعب فيه ريال مدريد. ايه العظمة دي؟ الكلمة لوحدها عظيمة. الكلمة لوحدها ان انت عندك فريق عربي مصري واسمه النادي الاهلي، انت بتحبه ومتربي على حبه وعشقه، فان هو يواجه ريال مدريد بطل العالم، بابا المجال، عموم الشغلانة، بجميع طوائفه، بكامل صفوفه، بنص رجل، بنص صفوفه. قول زي ما انت عايز تقول، ريال مدريد هو ريال مدريد، بس الاهلي هو الاهلي. الناس كلها عارفه قيمه النادي الاهلي وعارفه مكانه النادي الاهلي وقد ايه هي كبيره. صحيفه الماركا وصحيفه ذا صن وكل الصحف العالميه بتتكلم عن المواجهه المرتقبه، وان النادي الاهلي ده نادي مش بعيد عن البطولات، وملك افريقيا وسيدها بلا منازع وبدون منافس، حرفيا بدون منافس. 10 بطولات ما شاء الله. بنشارك في كاس العالم للانديه للمره الثالثه على التوالي، معانا 3 برونزيه كاس عالم للانديه، وان شاء الله احنا، عارف انت النادي الاهلي اللي هو ايه؟ احنا كنا بنقول نوصل لريال مدريد، دلوقتي وصلنا لريال مدريد. ليه ما نكسبش ريال مدريد؟ ايوه، ليه ما نكسبش ريال مدريد؟ ريال مدريد وحشه، مستواها وحش. ريال مدريد عندها غيابات، بنزيما وتيبو كورتوا ويدن هازارد وميليتاو ومش، احنا بس عايزين بس في 3 لعيبه كمان بس وخلاص شكرا، ونقفل اللعب على كده. عايزين الواد فالفيردي والواد حنكش فينيسيوس جونيور، تمام، و... ومين تاني، واسينسيو كده يا باشا. ايه، شكرا، كان الله في العون، واحنا ان شاء الله هنقوم بالواجب وهنعمل كل حاجه وهنعمل اللي علينا والزياده كمان، ما تقلقوش خالص من اي حاجه. كلمه تفرح والكلمه تبسط، وكالعاده الاهلي دايما هو صاحب سر السعاده، وعنده الخلطه اللي دايما بيسعدنا ويفرحنا بيها كجماهير. ولكن ده بالنسبه للنادي الاهلي. طب هل في مشاكل او في اصابات او في اي حاجه بالنسبه لمعسكر النادي الاهلي؟ كل الجديد اللي حصل في معسكر النادي الاهلي ان كهربا كان بيعاني بس من بعض الاجهاد شويه، ولكن احتاج ان هو يعمل له الجهاز الطبي استشفاء وبتاع، واللاعب تمام مفيش اي مشكله. قفشه كان عنده نزله برد بعد مباراه سياتل، ودلوقتي هو بيتعافى منها وتمام، ودخل مع التدريبات الجماعيه للفريق. ان شاء الله الفريق فايق. اللي عجبني ان مارسيل كولر قافل كويس جدا وعارف. انتوا عارفين طبعا، احنا بنشوف الفيديوهات بتاع مثلا عيد ميلاد مش عارف تقريبا محمد شريف او محمد عبد المنعم كان قبله، كل ده بامر من مارسيل كولر. يعني مارسيل كولر يدي الاشاره ان ده يتنشر، ده يتذاع. مفيش حد غريب بيخش على النادي الاهلي وعلى لعيبته، لدرجه ان بيقول لك الاكل ممنوع حد يكون مشاركهم او بيكون معاهم حتى على طاولات الاكل. تركيز تام من مارسيل كولر. مارسيل كولر راجل لازم تديله ثقتك لانه جدير بالثقه واهل ليها، واحنا وراه وبندعمه. طيب، بالنسبه بقى للموضوع الثاني اللي شاغل الراي العام واللي انت المفروض داخل عشان تسمعه دلوقتي، وهو موضوع كهربا. طيب، بالنسبه لكهربا، ايه اللي حصل بقى في الليله بتاعت كهربا دي؟ واحده واحده كده. كان في لكهربا جلسه استماع. جلسه الاستماع دي المحامي بتاع كهربا حضر وقال فيها ان اللاعب ما عندوش ادنى مشكله ان هو يسدد، وان اللاعب استند للقرار اللي كان طالع من الفيفا يوم 26 ديسمبر ان اللاعب ده مش هيتوقف الا بعد 3 فترات قيد، واللاعب عنده نيه جاده ان هو يسدد الفلوس اللي عليه لنادي الزمالك. ولكن نادي الزمالك لم يحترم ميثاق او ال الكلام بتاع الفيفا، وبالتالي قدم الشكوى بتاعته قبل ال3 فترات، وبالتالي فهو بيطعن في الشكوى ديت. يعني ده بالنسبه لكلام محامي كهربا. طيب، كهربا هتعمل ايه؟ كهربا المحامي بتاعه قال نصا ان هو كهربا جاهز يدفع $500,000 كاش من قيمة
الغرامة بتاعته الموقعة عليه، وعايز مهلة او عايز تقسيط على مدار 3 سنين او على مدار 5 سنين. ده اللي اتقال. الرقم بالظبط 3 ولا 5 انا مش متأكد منه، سمعت 3 وسمعت 5، فبس الاقرب ان هو طلب 5 سنوات. طيب في الحالة دي ايه اللي ممكن يحصل؟ الاول بس هقول لك بس حاجة افتكرها كده. زمان كنت قلت لك ان الغرامة دي غرامة تضامنية ما بين نادي افيش البرتغالي وما بين كهربا. طيب دلوقتي افيش ده فلس، بس في مفاجأة بالنسبة لافيش البرتغالي ده. ايه اللي حصل؟ النادي ده دلوقتي في واحد عايز يشتريه، في راجل مستثمر عايز يشتريه، فبالتالي هيدخل فلوس للنادي. فبالتالي المحامي بتاع كهربا هيستند على الكلام ده، وقال الكلام ده للفيفا ان هو في حد هيشتري، وان كمان نادي افش عنده اصول. هو نادي افلس، ولكن هو بالفعل عنده اصول، واصوله ديت موجوده. اصوله دي يعني استثمارات في عقارات موجوده او مباني، في اتوبيسات وفي لعيبه. فممكن يستثمر، ممكن يبيع شويه لعيبه ولا حاجه، ويقدر ان هو يدفع الفلوس مع كهربا. طب كهربا هيتوقف ولا مش هيتوقف؟ قولا واحدا، حتى لو قرار الفيفا طلع وقال ان كهربا هيتوقف، كهربا هيروح يستأنف في الكاس، والكاس هيرجعه على طول، لان اللاعب عنده نية حقيقية ان هو يسدد، وده حق الكهربا. وده بقى ملخص موضوع كهربا اللي اتمنى ان احنا نقفل عليه ونخلي لعيبتنا كده تركز. وهو ده اللي حصل في قصة كهربا، في كل الكلام اللي انا قعدت اسمعه بقالي يومين، بسمع في كلام رايح وكلام جاي، ولكن هو ده الكلام الاكيد باذن الله تعالى اللي انا قدرت ان انا اوصل له. طيب بالنسبة للقندوسي، القندوسي دلوقتي خلص. سمعت كلام ان القندوسي هيروح معسكر او هيروح المغرب على طول للعيبة النادي الاهلي. لا، القندوسي هيروح على القاهرة مع النادي الاهلي، مقر النادي الاهلي هناك، وهينزل تدريبات مع الفريق اللي هناك، الفريق الثاني اللي في النادي الاهلي اللي موجود في القاهره في الجزيره. مفيش اي اختلاف بالنسبه لموضوع القندوسي. القندوسي كده كده مش هيلعب في كاس العالم للانديه. تمام. اخر معلومه واخر حاجه، كان من شويه لسه خلصان مباراه الزمالك ومباراة فاركو ب3-0 لنادي فاركو، واحرز هدف لاعبنا السابق احمد جمال الغزال، قصدي الغزال عمرو جمال، الغزال عمرو جمال احرز هدف رائع لنادي فاركو، ويكسب فاركو بال3. واخر حاجه بالنسبه للنادي الاهلي، وهي ان فوزي لقجع رئيس الجامعه المغربيه، او رئيس اتحاد الكوره في نادي المغرب، قال بعت للنادي الاهلي وطلب منهم اعلام كتيره للمشجعين اللي عايزين تآزر النادي الاهلي في المواجهه الصعبه امام ريال مدريد. فخر ما بعده فخر، كل العرب مساندين، كل الناس داعمين للنادي الاهلي في المواجهه امام بطل العالم ريال مدريد، وان شاء الله الاهلي في الموعد دايما باذن الله. وكانت دي كل حلقتي يا حبايبنا. فانت لو بتتفرج عليها لاول مره، فتنزل حالا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتصلي على النبي، واشوفك في حلقه جديده. واصحابي القدام وحشتوني، والسلام عليكم.